بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهارده هنعمل ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض احلى طاجن ام علي. حلو قوي قوي قوي. عملنا الطاجنين دول من حاجه بسيطه جدا. شايفين حلو ازاي؟ اللي لسه ما اشتركش في القناه ينزل يشترك في القناه من الزرار الاحمر تحت الفيديو ويفعل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وما تنسيش طبعا تكتبي لي كومنت حلو على الوصفه اللي قدامك دي. ام علي النهارده احنا طبعا من المعروف ان احنا بنعمل ام علي من الملفيه، بس انا النهارده هعملها من الجلاش بطريقه حلوه جدا واقتصاديه وجميله قوي. مفيش فيها اي حاجه، يعني جميله جدا ومقادير بسيطه قوي. فممكن تدخلي في 5 دقايق في البرد ده تعملي لاولادك ام علي، بتبقى جميله قوي بالجلاش. انا عن نفسي بحبها برضو بالملفيه وبالجلاش، بس انا افضلها اكتر بالجلاش الحقيقه يعني. انا بفضلها بالجلاش، هي الوصفه اساسها ملفيه، بس انا بحبها قوي بالجلاش، بتبقى خفيفه وجميله جدا وبتدي طعم حلو قوي. جربيه كده الوصفه الطريقه دي حلوه قوي. اي بقى جلاش عندك، جلاش باقي عندك، جلاش متكسر، ايا كان فقطعيه كده بطريقه عشوائيه. بس اهم حاجه وانتي بتقطعيه فرفتيه كده بقى من بعض، يعني مش تخليه لازق في بعضه ولا كده. انا هنا كده بقطعه اي طريقة كده واي تقطيعة، بس بعدها ايه، بشوفه بفرفطه كده بقى من بعضه، ببعده يعني عن بعضه. طبعا تفهمين. على بقى ما اقطع الجلاش كده زي ما انتم شايفين. يلا لو لسه ما اشتركتيش في القناة انزلي اشتركي في القناة عشان تشجعيني اعمل لك فيديوهات كتير. اهو زي ما انتم شايفين كده بقطعه كده وابعده كده عن بعضه. هقطع بقى كل الكمية اللي معايا زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجه زي ما بقول لكم ما تخلوش، يعني قطعوا اي تقطيع اهو، بس ما تخلوش حاجه لازقه في حاجه يعني. ابعديه كده عن بعض عشان ما يلزقش منك. انا بتاكد كده ان كل حاجه ايه، مفيش حاجه لازقه ببعضها او مفيش ايه ورقه كبيره كده ولا كده. معايا بقى هحط على الكميه اللي معايا دي معلقتين سمنه كبار، بس انا هحطهم قطع كده زي ما هي، ما سيحتهاش ولا حاجه. وايه هحطهم كده بطريقه متفرقه كده في الصينيه. هي بتدخل الفرن كله بيبقى بيسيح مع بعض. هحط حوالي معلقتين كبار زي ما انتم شايفين كده. هدخلها بقى الفرن اهو، حطيت كده هم حوالي معلقتين كبار من المعلقه دي الطعام العاديه دي. فايه عادي حطيتهم كده ولا سيحتهم ولا اي حاجه. دخلوا الفرن، اهم حاجه هي داخل الفرن تقلبي على طول، تقلبي عشان ما يتلدعش منك من ناحيه واحده. فانا قعدت وداخل الفرن اقلب 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 لحد ما اديني اللون الحلو ده. لازم تطلعيه متحمص، ما تطلعوش ابيض ولا كده يعني، لونه كده حلو قوي. انا بقى ده الطواجن اللي موجودة عندي، اللبن بيكون مغلي، انا غلي اللبن. هحط كده في كل طاجن شوية من اللبن. انا كنت طبعا هعمل الكمية ديت على 3 طواجن، بس الحقيقة هما ما عملوش الا طاجنين اتنين، فايه دلقت كمية اللبن دي في التاني هتشوفوا دلوقتي. حطيت بقى على كل طاجن معلقة واحدة كبيرة سكر، بس كبيرة قوي كده. آه وقلبتها اهو، بدوب كده السكر. وبعد كده انزل ايه بالجلاش زي ما انتم شايفين كده. ما بضيفش عليها اي حاجة تانية اكتر من شوية مكسرات كده اللي قدامكم دول في الطبق ده. مبشور، سوداني، زبيب. انت بقى عندك اي مكسرات تحطيها عليه، عين جمل بقى، فستق، لوز، اي حاجة اللي بتحبوه اللي موجود. انا حطيت شوية هنا وشوية، الحقيقة انا لقيتهم ايه قليلين، انا اعملهم على 3 طاجن فقلت كفاية طاجنين اتنين زي ما انتم شايفين كده.
هدلق بقى كمية اللبن دي، فهتلاقي في الطاجن ده والطاجن ده. طبعا انتي تحطي السكر، ايه بتحطي السكر يعني زي ما انتي بتحبيه. انا طبعا مش بحب مسكر قوي، مش بحب الحاجه مسكره قوي، فانا ايه بهدي السكر شويه. طبعا لما انا بحط كميه الجلاش كده بعيني بقى كده، ايه لازم ايه اغطيه باللبن، اغطيه بس كده باللبن. شايفين اول ما يتغطى باللبن خلاص هو كده تمام. عايزه بقى احط مكسرات، انا هحط شويه مكسرات وهقلبهم دول هقلبهم جواه، وهسيب شويه اما يطلعوا احطهم على الوش اهو. ما اقلبش فيه كتير، انا هقلب بس كده لان انا ادخل ايه المكسرات جواه، المبشور والسوداني والزبيب كده. هدوق سكره، انا الحقيقه لقيته محتاج لسه سكر، فحطيت ايه نص معلقه هنا ونص معلقه هنا زي ما انت شايفين كده. يعني حوالي كل طاجن من دول واخد معلقتين من السكر، وبرده سكره هادي مش عالي ولا حاجه. انت عايزه تزودي اكتر من كده انت حر. دخلوا الفرن خدوا ايه بسيط كده، وش خفيف جدا، انا بحب كده. انا مش بحب انشفهم او في الفرن، يعني انا بحب يكون لسه في لبن تحت كده. هو الجلاش بقى بيشرب كمية من اللبن ويطلع لفوق، بس انا مش بسيبه ما يشربها كلها. يعني فاهميني انتوا هنا كده، وانا بعمله بالشوكة هتلاقوا فيه لسه فيه لبن، انا بحبه كده. انتوا ممكن عايزين تنشفوه اكتر من كده تمام. بعد كده بحط المكسرات على الوش كده اهو. انا هوريكم هنا اهو، شايفين انا حطيت بقى المكسرات على الوش كده اهو. انا بقى بحب فيه لبن كده من تحت، ما ينشفش قوي، ما استناش اما الجلاش يشرب كمية اللبن كلها، لا احنا بنحبه كده. انت عايزاه يشرب كمية اللبن كلها سيبيه في الفرن ايه مدة اكتر، اما انا بحطه بس ايه 5 دقايق في الفرن وكده بيكون ايه في لبن كده من جوه. انا بنحبه كده، احنا بناكله كده بيبقى طعمه حلو قوي جميل جدا. وصفة النهاردة بسيطة وسهلة جميلة قوي، بس نتيجتها حلوة قوي، والطعم الحقيقي خطير وجميل جدا.